صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبصحه وسعاده، اللهم امين. النهارده بقى فيديو جديد وروتين كده قمر ان شاء الله، كده يشجعكم وينشطكم ويخليكم كده تقوموا من مكانكم رغم الحر والفرهده اللي احنا فيه ده. بجد كل فيديو يقول نفس الكلام، عشان بجد كل يوم حر اكتر من اللي قبله. بس بصوا، لازم نقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نستعين بالله كده دايما ونصلي على رسول الله، وان شاء الله نخلص اي حاجة. بصوا زي كده نقول كده مستحيل، بإذن الله مفيش حاجة مستحيلة. ونخلص كل حاجة ورانا. بس قبل ما ابدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. بصوا بقى، النهارده دخلت اوضه النوم لقيتها بصوا مطربه بصوا يعني، والملايه بقى لها كتير ما اتغيرتش، انا مش عارفه في ايه. انا ما بخشش الاوضه دي عشان خاطر بتبقى حر جدا وفرهضة بجد. يعني عايزة اقولك مش كلام كده وخلاص، لا. الشمس جاية في الحيطة اللي هي ورا السرير، زي بصوا اللي بقولها، اللي ورا السرير على طول يا بنات. بصوا ده ظهر السرير. الحيطة دي بقى بتبقى نار بقى، عايزة اقولك بتبقى كلها شمس. وقت الشمس كده تيجي بقى بالليل تطلع كل الصهد والحر بقى. تيجي بقى تروقيها ما تعرفيش تروقيها من الحر والفرهدة، لازم تبقي مشغلة بقى حاجة جنبك. مروحة بقى. طبعا انا بشغل حاجات ان انا بحبها عشان خاطر بصوا استحمل الحر اللي انا فيه ده. بس عايزه اقولك بقى بحس بقى بطاقه ايجابيه لما اكون بقى ايه روقت وشلت كل بقى التراب ولمعت كل حاجه. فيلا بقى لو انتي قاعده قومي وتنشطي كده، واستعيني بالله وصلي على رسول الله، وقومي كده شوفي اللي وراكي. طبعا لو انتي اول مره بتشوفيني فانا اخت كبيره، ويسعدني ويشرفني وجودك معايا في القناه. وعايزه ارحب بالناس الجديده، اهلا وسهلا بيكم، نورتوني جدا وشرفتوني بجد يعني. انتوا كده تاج على راسي، لو انتوا منوريني كده وبتشوفوني مشاهده. دايما كده يا رب. بصوا، الزيت اللي انا جايباه ده يا بنات، انا جايباه ما شاء الله ب20 جنيه. حلو قوي للخشب والحاجات ديت. هو اصلا ب30، بس طبعا انا عشان باخده جملة. ما شاء الله هوريكم برضو شوية مشتريات صابون كده، وجبت معطر للجو جميل، وجبت برضو زيت للشعر بتاع التساقط. يعني عندنا كده محل جملة بيبيع بقى الحاجات دي، بيبيع بقى ادوات الصابون اللي هو التركيب. طبعا عملت معاكم الفيديو اللي فات بقى الصابون اللي هو التركيب، يلا بقى روحي شوفيه لو ما شفتهوش، هيعجبكم جدا. عملت الصابون بقى وغسلت الرغوه بتاعته، ما شاء الله اللهم بارك، لسه انا غاسله اصلا المواعين قبل ما اسجل لكم النايت فويس. جميل، رغوته حلوه كبيره يعني، رغوته زي والله زي اللهم بارك، زي فيري وفاري فيري اللي هو فيري اللي هو الشركات ده منقت، وايه تاني قولوا معايا، فيبا، فريدة. فريدة مش عارفة مطلعة صابون سائل ولا لا، بس اهم حاجة يعني عايزة اقولك زي الشركات بالظبط والله. بجد لو لقيتي حاجة جملة امسكي بيها في ايدك واسنانك في المكان اللي انت فيه يعني. انا بصراحة يعني لقيته وانا ماشية كده بالصدفة، كنت بجيب حاجات انا ووالدتي واختي، فجأة كده لقيته قدامي، بقاله يجي كذا شهر بصراحة. فبصراحة بقى اعتمدت. بصوا هو اداني كمان ورقة مختوم فيها، قال لي كل ما تجيبي حاجة الختم وخليكي محتفظة بيها، خليكي محتفظة بيها يعني لحد اما ايه، يبقى خمس يعني 5 الختمات يبقوا 5، تمام فاهمين؟ هجيب واخد هدية في الاخر بعد ما اجمع 5، يعني هعمل ايه يعني؟ هاخد هدية ب15 جنيه. بس انا مبسوطة ان اللي هيكون في هدف. كده كده انا بجيب منهم على طول، فان شاء الله هاخد الورقة دي واخد منهم بقى الهدية. اشوف بقى الهدية ايه اللي عندهم مثلا، ممكن ازود 15 جنيه تاني واخد اللي هو الصابون ده. بصوا انا هنا بدعك في ايدي ليه؟ عشان خاطر حطيت اللي هو الزيت بتاع تساقط الشعر، وقال لي بص استخدميه بعد الاستحمام. فبجد منتجات حلوة جدا بصراحة، اتبسطت قوي. بصوا كمان اللي محرر الأوضة يا بنات الفرو. الفرو بيحرر قوي يعني، هو حلو للشتاء، انا مش هفرشه تاني بصراحة. هو حلو في الشتاء، اما في الايام اللي هو الصيف والحر والفرهدة اللي احنا فيها دي، لا ما ينفعش الفرو. حاولي بقى تشيليه وكده. بس انا عشان عندي في الريسبشن فرو برضو، بس ما ينفعش ان انا اشيله عشان انا ما عنديش غيره اللي هو على البوفيه يا بنات. طبعا الناس اللي بتتابعني فعارفه بقى البوفيه فيه قدامه فرو، فان شاء الله ربنا يكرمني كده واغيره.
بس باحاول ان انا بقى اخبي بقى فلوس كده، يعني اخنصر خنصرة كده معتبرة، او ما تخنصريش عادي. بصي يعني هو كله من عند البيت، وفلوس البيت والكلام ده كله كده كده راجع للبيت، يعني هو مش رايح لحاجة لحد غريب. تمام. انت كده كده اول لما بتاخدي المرتب حاولي ان انت تتصدقي كده، او تطلعي حاجة لله. تمام. وتسيبي اي مبلغ بسيط حتى لو 50 جنيه، هيفرق والله يا بنات. هيفرق، تجيبي بيه مفاش، تجيبي بيه اي حاجة تساعدي في البيت. تمام. حاولي برضو ان انت تاخدي من جوزك برضو وتزودي عليهم. طبعا الفلوس اللي هتحوشيها مش هيبقى كتيرة، هيبقى حاجة بسيطة، بس برضو تكوني ان انت عملتي حاجة، تكوني ان انت مثلا ما ضيعتيش فلوسك كده وخلاص هباء. لا. طبعا هتقولي لي بقى الاكل والشرب، اقول لك اه تمام، الاكل والشرب على عيننا وعلى راسنا، بس طبعا اكيد بيبقى فيه فلوس، حاجات بسيطة. ولو عايزين نعمل حاجة هنعملها. ما تقنعنيش بقى او ما تقنعنيش ان انت مش هتعرفي ان انت تخبي اي حاجة. الستات شاطرين، وبصي يعني احنا قروبين وشاطرين. قروبين حلو قروبين دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى، شلت اللي هو المفارش الفرو يا بنات، وحطيت المفارش اللي هي بتاعه الفرح بقى، بتاعتي بتاعت زمان، نرجع ذكريات زمان. بس فرشت بقى ملايه كده نضيفه عسل كده، فرشتها ساده عشان ان شاء الله احط فيها رنن كده، رنن اللي هو في النص ده يا بنات، هيعجبكم قوي. بس يلا بقى، لو انتي بصي عندك اي مكان من في الشقه متبهدل، قومي كده وروقي، خلصي الفيديو وحطي لي لايك كده، وقومي كده وخلصي كده اللي وراكي. طبعا الحر والفرهده ديت انا عارفه محدش بيشتغل، وبنكسل جدا بصراحه، نقول بكره بعده. بس كده يا بنات، قولوا لي برضو لو انتوا وصلتوا لحد هنا معايا، اخواتي واصحابي، قولوا لي برضو لو انا انزل لكم كل يوم ولا انزل لكم يوم بعد يوم، عشان خاطر اصلا الدكتور قال لي لازم راحه شويه، وكمان يعني اكل بقى حاجات كلها مغذيه زي بلح تمر كده في اول الصبح. ان شاء الله هجيب. والله كنت عايزه اقول له انا اصلا داخله على رجيم والكلام ده كله، بس بصراحه ما رضيتش اقول له. خايفه يزعق بقى والكلام ده. فقلت تمام بقى. قال لي بقى اشربي كوبايه لبن، كلي بيض. ايه تاني يا بيرو؟ قال لي فيتامين د برضو، ان انا اتعرض للشمس. فبجد في حاجات كده آه، ما كنتش اعرفها بصراحة. فانا ان شاء الله هعمل سيرش برضو على النت، وهعرف برضو الاكلات اللي هي برضو اكتر حاجة بتاعت فيتامين د، عشان بجد مثلا لو حد عنده نقص برضو زي كده فيتامين د، يعني ناكل مع بعض بقى الاكل ده. تمام، نشجع بعضينا. بصوا بقى، شوية رغاوي وصابون. جبت بقى اللي هو الصابون اللي انا عاملاه بقى يا بنات معاكم، حطيت شويه كده. بصوا الرغوه عامله ازاي. حطوا لي لايك بقى للرغوات دي، للرغوات الجميله دي. هنا عملت الارض وكنت مش واخده بالي ان الكاميرا مفتوحه. هعملها تاني كده عشان خاطر ايه، انا مبسوطه اصلا بالرغوه، جميله. بصوا عامله ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. اكنك حاطه يعني منظف اللي هو بتاع الماركات اللي هم، زي ما قلت لكم بقى، الماركات بتاعت الصابون دي يا بنات، اللي هي المشهوره. بس كده بدأت ان انا بقى ادي بقى بمية وصابون ورغاوي عشان خاطر الأوضة كده تفوق. اهو. زي ما قلت لكم، هتنضفي لا الصبح بدري لا بالليل، حاجة من الاتنين دول. في نص النهار او العصرية هتلاقي الجو حر. بس عايزة بقى منكم لايكات كتير للفيديو، ويا رب توصلوني يعني ل10 تلاف، 10 تلاف متابع كده. اخت اخ واخت كده يبقوا كويسين كده، بيحبوا الروتينات ويتفرجوا. يا رب ان شاء الله. طبعا عندي امل في ربنا كبير، ان شاء الله ربنا يوصلني كده والناس تحبني. والله بعمل الحاجات ديت، انا ممكن اعمل الحاجات دي كلها لوحدي، يعني ولا تصوير ولا الكلام ده كله، بس انا عشان بحب اصلا المحتوى بتاعي ما شاء الله. وفي نفس الوقت كمان ان انا يعني بشجع بقى الناس اللي قدامي. كل دوت في ميزان حسناتي ان شاء الله. يعني مثلا لما حد يشوف الفيديو دوت ويشوف الاوضه متروقه ومتعطره وزي الفل، اللهم بارك دلوقتي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يشوفها كده هيقوم هو كمان يتشجع ويعملها. الغيرة اللي هي زي كده لا، دي مش غيرة وحشة، دي غيرة حلوة، ان انت بتعملي حاجة
حلوة. طبعا انتوا عارفين بقى الغيرة التانية بقى، انا مش عايزة بقى اذكر الغيرة التانية في الفيديو بتاعي، لا انا بذكر الغيرة اللي هي الحلوة. الغيرة الحلوة اللي لما انت بتشوفي حاجة مثلا عند حد وتقومي تصمميها في بيتك، دي بتبقى غيرة حلوة. تمام. بس كده خدت بقى كل الارض بالموب. عايزة اقول لكم الموب دي جميلة، بتنشف الارض في ثانية. طبعا فتحت الشباك بقى ونفضته، بس ما جبتوش بقى معاكم عشان خاطر بقى ايه، انا مش هطول عليكم الفيديو. شلت بقى ونفضته وكده. طبعا انا بليت بقى والعباد بلت خالص. بس كده يا بنات، قمت واتشجعت كده وخلصت اللي ورايا اللهم بارك، رغم والله الحر والفرهده ديت. على طول بقى تاخدي بعد الروتين القوي ده شاور كده، تبصي يعني تظبطي نفسك. وحاولي كمان ان انت تكافئي نفسك. كافئي نفسك بقى بمشروب حلو، بمشروب سخن، مشروب ساقع. عايزه اقولك في الاوقات اللي احنا فيها دي، هو مشروب سخن، قصدي مشروب ساقع، حاجه ساقعه كده ترطب على قلبنا. ما تنسوش بقى اللايكات الجميله والكومنتات اللي زي القمر، عشان ان شاء الله يوصلكوا كل جديد مني. عامله شويه مكرونه بقى محمره، بصوا تستاهل بقكم. بس طبعا ما صورتهاش معاكم عشان خاطر يعني المكرونه المحمره ما فيهاش اي تكات يعني صعبه يعني. انتي بتحمري المكرونه كويس كويس، وبعد كده تحطي شويه ملح بسيط قوي، يعني بصي بطراطيف ايدك كده، بطراطيف صابعك، عشان خاطر ايه، تحمر كويس. بصوا بقى انا هنا كنت بختار اخد المعطر ده ولا المعطر ده، عشان خاطر ايه، هعطر بقى الاوضه. طبعا الازازه دي ما نفعتش، ولا كمان البخاخ ده نفع، كل شويه اغير وكده، اغير البخاخ وكده. بصوا هنا الازازه كبيت منها في الارض شويه، عشان خاطر بصوا ما شاء الله المعطر جميل قوي، بس انا كترت الميه. انا بعد كده هقيس على مقدار اللي هو بتاع فريدة، نص الازازة كمان، عشان خاطر المعطر يبقى مركز. كل ما بتزودي المية كل ما المعطر بيخف، وده كده غلط. تحاولي تحطي مقدار مية معين. بس كده يا بنات خلصت الأوضة. حاولي بقى تقومي وتنجزي كده نفسك، عشان تحسي بطاقة إيجابية كده وبنظافة كده حواليكي وريحة حلوة. بصي ترتيب مفيش أحلى منه، الترتيب والتنظيم بقى والنظافة والريحة الحلوة اللهم بارك. يلا بقى ما تنسوش اللايكات والاشتراك في القناة لو انت اول مرة بتشوفيني، عشان يوصلك كل جديد مني. واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة. باي.